ثم فرع سؤالا آخر: فإذا قيل لك من ربك؟ الرب له معنيان: يطلق الرب بمعنى المالك، ويطلق بمعنى المربي. والرب سبحانه وتعالى هو رب العالمين أجمعين، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. كل العالم في نعمة الله عز وجل. وإذا قيل جميع العالمين فليس المقصود مجرد البشر، بل يدخل في العالم ما ذكر رحمه الله: كل من سوى الله عالم، كل ما سوى الله عز وجل فهو داخل في العالم. لهذا أجاب موسى عليه الصلاة والسلام على سؤال فرعون لما قال: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. فكل ما سوى الله تعالى فهو عالم، فيدخل في ذلك الجن والإنس والشجر والدواب والملائكة والأجرام العلوية من الكواكب وغيرها، والسفلية من الجبال، وكل شيء فإنه عالم، إذ كل ما سوى الله تعالى فهو عالم. وهو الرب الذي ربى جميع العالمين بأنواع النعم، حتى الكفار في نعمه سبحانه وتعالى. ما يصبح بالعبد من نعمة أو بأحد من الخلق إلا من الله، فكل نعمة منه تبارك وتعالى. وهو معبودي ليس لي معبود سواه، هذا الذي ربانا ورب العالمين، وكل ما سواه فهم مخلوقون قد خلقهم وعبيده، فأنا أعبد هذا الرب سبحانه وتعالى ولا أعبد سواه. نعم. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين.